السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كيف كتشوفوا معايا طاجين ديال الحوت أو أصيغاغ أو سمك الصنور، كل واحد اش كيقول لي. اللي كنديرو حلو ومالح بالبصلة والزبيب اللي كيجي غزال شهوة منه. تابعوا معايا طريقة التحضير. البنات ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. كيف كتشوفوا عندي هنايا سمك الصنور اللي غسلته وحيدت ليه هذاك الحاشية ديالو. ضروري تحيدوها البنات، حيت فاش كطيب كتبدا تفرتتو فيها الشوك. المهم راكم عارفين طريقه الغسيل ديالو. غسلته ونقيته مزيان، نحطوه على جنب. نجيبو هاد البول. اش غادي نديرو فيها البنات؟ اول حاجه غادي ندير فيه 4 الفصوص ديال الثومه. عرفتوا هاد الطريقه البنات كيجي بها غزاله، نتمنى تجربوها وكيجي بنين. عرفتي كيجي داك مذاق الحوت مع الحلو والمالح، كيجي شهوه منه. وهنايا بعد ما درنا الثومه غادي نضيفو شويه القزبور والمعدنوس اللي قطعناهم. كيف شفتوا ما ضفتش الكميه كامله. دابا غادي نضيفو معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، معلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر. وغادي نجيو المعلقه صغيره غادي نديرو راس المعلقه صغيره ديال الكمون. راكم عارفين الحوت بلا كمون ما كيجيش، واني في نفس الوقت ما غاديش نكثروا، حيت عارفين الكمون منين كيطيب كيمرر الحاجه. شنو غنديروا البنات؟ غادي نجيبوا عصير الحامض، نرشوا رشه عصير الحامض. عندكم الحامض تعصروه. هنايا كيف كتشوفوا معايا عندي الزعفران الحر، درتو في الماء يطلق. بعد ما طلق نقبوا على هاد العطريه. غادي نضيف زيت الزيتون تقريبا قياس نص كاس. وهنا البنات غنضيف معلقه صغيره ديال الهريسه، ونخلطوا هاد الشرموله ديالنا. عرفتوا البنات ديروا هاد الشرموله للحوت. انا دابا هاد الحوت غادي نديرو مالح وحلو، غادي يجي بالزبيب وغادي يجي مشحر ومدغمر. ديك الدغميره بالزبيب غيجي ما بين الحلو والمالح. وانا راح تقدروا ديروها بنفس الطريقه وديروها بالحوت عادي، يعني يجي مالح ماشي حلو. يعني شنو انا دابا غادي ندير فيه القرفه والزبيب، وفي الاخر غندير فيه واحد المعلقه تاع العسل. وانتم تقدروا ما ديروش، ديروا هاد المكونات وتحيدوا القرفه والزبيب والمعلقه العسل ما ديرهمش. وانا كيف شفتوني درت الهريسه، درت الحامض، وغادير الزبيب والقرفه، يعني غادي يجي ما بين الحلو مالح وحار. عرفتوا راه كيجي غزال. بعد ما خلطنا الخليط هذا غادي نجيبوا السمك ديالنا نضيفوه فيه. وهنا كيف قلت لكم غنجيبوا السمك ديالنا غنضيفوه في هاد الشرموله. بسم الله. عرفتي البنات هاد الحوت اصيغاغ كيقولوا لي في المغرب، اصيغاغ ولا الصنور، كيشرب لينا هاد العطريه وهاد الشرموله كيجي غزال. عرفتوا راه تاكلوا عليه صباع يجيكم. نتمنى تجربوه بالطريقه هذه. والبنات وانتم كتشاهدوا لا فيديو هاي خليو لنا شي تعليق زوين، وما تبخلوش علينا بلايك وتشجيعاتكم البنات. وجربوا الطريقه هذه وشاركوا لا فيديو مع احبابكم وصحابكم، راه غادي يعجبكم ويعجبهم. والبنات المبتدئات تبعوا الطريقه هذه اللي ما عمرها طيبات الحوت غتولي ديما طيبو. نحاولوا ندخلوا مزيان ليه العطريه. وهنا البنات غادي نحاولوا ندخلوا لهاد الحوت مزيان كله العطريه. واحد الحاجه البنات، انا راه ضروري ندير يدي، كنحس براسي راني كنخدم مزيان ملي كندير يدي.
شفتوا. وهذا الزعفران الحر البنات كيجي غزال في الحوت، كيطلق لنا واحد المذاق واعر. كيف قلت لكم هذا الزعفران الحر كيجي غزال في الحوت، كيطلق لنا واحد المذاق واعر حتى هو. اللي متوفر عندها ديروا، اللي ما متوفرش عندها ما ديروش. دابا غادي نغطو هذا. واحد الحاجه البنات انا نسيتها وما فكرتونيش، وهي الملحه. نسيت الملح، والملح كتبقى حسب الذوق. غادي ندير دابا ومن بعد غادي نذوق وغادي نشوف. نعاودو نخلطو من جديد باش الملحه تخلينا في الحوت. ايوا شفتوا البنات انا نسيت الملحه وانتم ما فكرتونيش، هاني تفكرتها. وعندكم نتوما ملي كتشاهدوا لا فيديو تنساوها. والملحه البنات حاولوا ما تكثروش منها، حيت درنا الحامض ودرنا الهريسه كتكون شويه مالحه. دابا غادي نغطوه ونخلوه واحد ساعتين يرتاح. وتقدروا تخلوه ديروه في الصباح طيبوه بالعشيه، ديروه بالليل طيبوه في الصباح. انا غنخليه غير ساعتين، نخليه نديروه في الثلاجه واحد ساعتين ونرجع نطيبه معاكم. هنا البنات غادي نمشي نحطو في الثلاجه. وهنا كتشوفوا بقى عندي الزبيب، بقات عندي المعدنوس والقزبر والقرفه والبصله اللي غنحتاجو في الاخير. وهنا البنات بعد ما مرت ساعتين غادي نجيبو الحوت ديالنا اللي كنا حاطين في الثلاجه كيف كتشوفوا. غادي نهزو الحوت كيف كتشوفوا خدا اللون. غادي نهزوه ونحطوه هنايا باش تشوفوا واش غادي نديروا لهاد الشرموله الاخرى. شوفوا البنات دخلات ليه الشرموله. عرفتي فاش كترقدوه كيجي بنين البنات. هاد الشرموله اش غنديروا ليها؟ غنزيدوا ليها هاد البصله، غنزيدوا عليها هاد البصله. بسم وغنخلطوها. ان شاء الله تتبعوا البنات الطريقه هذه ديالي، غادي ينجح معكم الطاجين ديال اسيغاغ او سمك السنور من المره الاولى او من التجربه الاولى، غادي ينجح معاكم. دابا غنجيبوا الطاجين، وهنايا جبنا الطاجين اللي غنطيبوه فيه. غادي ندير غير شويه ديال الزيت حيت ديجا درنا زيت الزيتون، غير شويه لديك البصله من تحت. غادي نفرشوا البصله من بعد غادي نضيفوا الحوت ديالنا. الترتيب كيرجع ليكم البنات كيف بيتو ترتبوا. نعمر به هنا كيف كتشوفوا معايا. دابا غنضيفوا المباقي ديال البصله، داكشي اللي بقى لينا غنعاودو نضيفوه. وهنا البنات غادي نضيفوا الباقي لينا ديال الشرموله. ما غاديش نضيفوا لا ما لا والو، غير هاد الشرموله غادي طيبوا لينا. نحاولوا ما نجهدوش على بوطه مهيله، ما نجهدوش ليه، مره مره نحركوا غير بشويه الحوت والبصله من التحت باش ما يلصقش لينا والبوطه تكون ناقصه البنات.
فاش البوطه كتكون ناقصه راه ما غاديش يتحرق لينا، وراكم عارفين هاد الاصيغه او سمك السنور كيطلق لينا الماء، والبصله بطبيعتها كتطلق الماء. دابا غنضيفوا عواد القرفه، نحاولوا نخشوهم. وكاين اللي كيضيف شويه ديال القرفه، انا ما كنضيفهاش، كنفضل نضيف غير العويدات باش ما تجيناش قويه. العويدات راه خير وبركه، راه كيطلقوا المذاق وكيطلقوا ريحه القرفه. كنديروا العود ونديروا البودر قرفه، راه كتجينا قويه ريحه القرفه. هانتوما البنات، نضيف هادشي اللي بقى وصافي. دابا غنحطوا الطاجين ديالنا يطيب. هنا نغطوا عليه ونديروه يطيب. وهانتوما البنات كتشوفوا الشكل ديال الطاجين ديالنا اللي غادي نحطو يطيب. كيجي غزال وكلشي منظم، لوحه فنيه وصافي، وكيجي بنين. اهم حاجه بنين وجامع ما بين داك الحلو والمالح. انايا جيت نوريكم بعد ما حطيتو يطيب باش نوريكم غير باللي ما تزيدوش ليه الماء، راه غير هذاك الكاس ديال الماء اللي درنا فيه الزعفران الحور كافي. والبصله كتطلق الماء، وشوفوا الحوت بدا كيطلق ديك الرغوه ديالو وداك الماء ديالو. بصراحه كيجي غزال البنات، شفتوا؟ وكيف قلت لكم، ها مره كنبقاو نحركو غير بشويه، هذاك الحوت باش ما يلصق ليناش، وفي نفس الوقت الطاجين ديالنا يبقى محافظ على الشكل ديالو. كي شفتوا راه ما لصقش. صراحه كيجي غزال، عرفتي جمع ما بين داك الحلو والمالح. وغنزيدوا ليه واحد المعلقه ديال العسل. غزال. كاين اللي كيدير ليه السكر، انايا فضلت ندير ليه العسل. وكيف قلت لكم راه اللي ما بغاش يدير بالزبيب والعسل والقرفه راه يقدر يستغنى عليهم ويدير نفس الطريقه ويجي طاجين مالح عادي. وهذه معلقه ديال العسل ديالنا درتها للطاجين، حتى هي كتزيد تعطي واحد التعليكه. قلت لكم راه نتمنى تجربوه. ما واخا نهضر واخا نشرح لكم راه ما غاديش تحسوا بالمذاق ديالو. كيف ما تجربوه ان شاء الله ونجح معكم، ومتاكده بلي غينجح معكم من اول استعمال، وخاصه المبتدئات اللي ما عمرهم طيبوا طاجين الحوت من اليوم، ما عمرهم ما غيخلعوهم باقي طاجين الحوت. وهنايا درت واحد الفلفله حاره كاضافه باش ندوزو بها. صراحه راه قلت لكم هاد الطاجين جمع ما بين الحار والحلو والمالح، كيجي غزال ما شاء الله تبارك الله. وهذا الطاجين ديالنا تقريبا راه طاب كيف كتشوفوا معايا. وشوفوا راه فيه المريقه ديالو. انا راه ما كنخليش حتى كينشف بزاف، غير شويه وبدا ديك المرقه تختار تدغمر لينا، وكنطفي عليه باش ندوزو بها. صراحه كيجي بنين. هاد الاصيغاخ انا كيعجبني من المغرب، واكثر كيعجبني بالبصله والزبد، كيجي غزال. نتمنى تجربوها البنات. وكيف كتشوفوا معايا هذا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه الى فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. ونتمنى تجربوه. ولا عجبكم الفيديو شاركوه مع احبابكم وصحابكم، وما تبخلوش علينا بلايك وتعليق كتحفيز وتشجيع لينا. وشكرا لكم، والسلام عليكم الى فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.